عبيد مع العينين، وكيل لائحة المصباح بطنطان للانتخابات الجماعية لبلدية طنطان 14 تنبير 2015. أولا في بداية الأمر نتحدث عن السياق اللي جات فيه هذه الانتخابات. السياق العام أن الانتخابات الجماعية الحالية هي أول انتخابات تأتي بعد دستور 2011، ثم أنها الانتخابات تأتي أيضا في ظل تصدر حزبنا اللي هو حزب العدالة والتنمية لتدبير الشأن المحلي الوطني. وبالتالي فنجاح هذا الورش هو ليس نجاح الحزب فقط، ولكن نجاح وطن، وهذا هو اللي كرهنا عليه حاليا. أن هذا الورش ديال الانتخابات الجماعية والجهوية نحرص جميعا أن يكون يعني استحقاقا ناجحا، نساهم جميعا في إنجاحه من أجل نجاح الوطن وليس الحزب فقط. يأتي وقد يعني بعد دستور 2011 نجح المغرب في الاستحقاق الأول اللي هو الانتخابات البرلمانية، نجح بجدارة وبشهادة الداخل والخارج العدو الصديق، لأن المغرب نجح في استحقاقه الأول اللي هو الانتخابات البرلمانية اللي كانت انتخابات ديمقراطية ونزيهة. الآن المغرب أمام امتحان جديد اللي هو الانتخابات الجماعية ديال 2015. نجاحها طبيعة الحال رهين بتكاتف الجهود، رهين بتعاون الجميع مواطنين نحملهم أيضا المسؤولية في هذا الاتجاه، هيئات مدنية وسياسية وحقوقية، أيضا مؤسسات الدولة من سلطة محلية وسلطة أمنية، الكل يتحمل اليوم المسؤولية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق. وبالتالي هو استحقاق مهم جدا، ضرورة تكاتف الجهود طبعا من أجل إنجاحه. بالنسبة لنا في حزب العدالة والتنمية في طنطان، من أجل إنجاحه عملنا أيضا أن تكون النخبة المقدمة في اللائحة ديالنا اللي كنقدموها باش هذوك الأعضاء يخدموا المواطنين يكونوا أعضاء في المستوى، تحقق فيهم مجموعة من المعايير بطبيعة الحال بعد انتخابات يعني داخلية خاصة بالحزب، انتخابات ديمقراطية وشفافة. مجموعة من الهيئات أفرزت لائحة من أبناء الإقليم الغيورين على هذا الإقليم، أنتجت لائحة مختلفة ومختلطة وفيها شتى أنواع الفئات المجتمعية، من مهنيين ومن رجال أعمال ومن أطر وكفاءات، نقدمها اليوم من أجل خدمة المواطن في طنطان. ندخل هذا الاستحقاق طبعا تحت شعار، هو شعار وطني: صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح، لخوض هذه الاستحقاقات الجماعية والجهوية. نتقدم إلى المواطن في الناخبين والناخبات في طنطان بمحاور 4 نعتبرها أنها هي الأولوية الرئيسية في عملية الإصلاح لهذه المدينة لتدبير الشأن المحلي تدبيرا سليما وصحيحا. أول هذه المحاور هو أننا نسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين. افترضنا من خلال يعني هيئة الأطر التي عملت على إنجاز هذا البرنامج الانتخابي المحلي، افترضنا على أن الناخب أو المواطن في طنطان يستحق الأفضل، يستحق أن تقدم له خدمة جيدة ومتميزة، ولذلك حرصنا على أن تكون بين أهداف البرنامج الانتخابي المحلي ديالنا هو تقديم خدمات ذات جودة عالية، منها تعميم الربط بشبكة الماء والكهرباء، وهذه من حق المواطن، لأننا يعني في المدينة هناك مجموعة من الأحياء لا زالت تفتقر لهذه المادة الأساسية. إذن على أن نضع رهانا على عاتقنا يعني على ضرورة الربط بشبكة الماء والكهرباء، تبليط الأزقة، العمل على تخصيص مطارح للنفايات، وهذه مشكلة تعاني منها المدينة، وبالتالي ضروري أن نجد لها إن شاء الله تعالى معالجة من خلال استفادة من البرنامج الوطني وتوفير شاحنات إضافية وإبعاد مطارح النفايات عن المدينة، تنظيم السوق الأسبوعي وإيجاد أماكن للباعة الجائلين، تحسين الخدمات الصحية من خلال المطالبة بتأهيل المستشفى الإقليمي في طنطان. المحور الثاني انطلقنا منه هو تخليق تدبير الشأن العام وتحصينه من الفساد. لا شك أن الذي يتجول في المدينة ويشوف مدينة طنطان يفترض أن كل المجالس التي مرت على هذه المدينة يعني لم تعمل بالشكل المطلوب، وبالتالي
ضرورة اعتماد الكفاءة والإنتاجية في تشجيع تحفيز الموظفين ديال البلدية. الرفع من مردودية الجهاز الإداري، ترشيد وعقلنة صرف مالية الجماعة. المحور الرابع الثالث العمل على النهوض بالتنمية المحلية. اللي شفنا في طنطان هو قلة الساحات العمومية، قلة الفضاءات المهتمة بالطفولة والشباب والنساء. فإن شاء الله تعالى سنحاول أن نعمل في هذا الاتجاه ونعطيه العناية الخاصة. العمل على خلق منطقة خاصة للحرفيين، وهذه مطالب ديال فئة الحرفيين. من خلال الحوارات معهم، من خلال النقاشات، تبين أن منطقة خاصة للحرفيين هي أمر ضروري في المرحلة الراهنة. إخراج تصميم التهيئة العمرانية للوجود. يعني لا يعقل في القرن 21 اليوم أن تكون مدينة يغيب فيها تصميم التهيئة العمرانية. انتهاج سياسة القرب والديمقراطية التشاركية، وهذا هو المحور الأخير. نرى أن البلدية هي بعيدة عن الساكنة، يعني الفارق بين البلدية والمساحة بين البلدية والمواطن بعيدة جدا. لذلك سنقترب كثيرا من المواطن من خلال إنشاء موقع خاص بالبلدية لتلقي الشكايات، هاتف أخضر لتلقي شكايات المواطنين في الأحياء المتعددة داخل المدينة. نفترض على أن من حق المواطن يعني أن يعرف كل ما يحصل في الدورات البلدية، وبالتالي سنحاول نشر التقارير المالية للبلدية وتقارير الدورات من خلال الموقع الإلكتروني الذي نسعى إلى إنشائه إن شاء الله تعالى إن أخذنا التسيير في البلدية. اليوم ندعو المواطنين والمواطنات من خلال هذا البرنامج إن اقتنعوا به أن يصوتوا لفائدة العدالة والتنمية في طنطان، لفائدة اللائحة المحلية، بوضع علامة على رمز المصباح.